بصراحة يا أستاذ، موضوع الحائط العلوي والحائط السفلي بالطريقة فوق المستوى دي وتحت المستوى اللي الكتاب بيتكلم عنها 20% اللي بيحل بس، ولذلك لازم احنا نتدخل. هقول لك على طريقة دلوقتي هشرحها لك في 30 ثانية، وانت لما تيجي تطبقها هتطبقها في ثانيتين، وطريقة شغل تالتة ابتدائي. ركز معايا لان دي شغل الحصتين الجايين. ان شاء الله النهارده هناخد حصة من أهم حصص الجيولوجيا. أنا عندي 5-6 حصص في المنهج كده بيعتبروا من أهم الحصص. أنا عاوزك تركز معايا كده كويس وتسمع الكلمتين الحلوين اللي أنا هقولهم النهارده. وعلى فكرة حصة النهارده أكتر حصة في الجيولوجيا هتفهموها. قبل ما أبدأ الحصة كان في سؤال في الواجب، وكان السؤال رقم 15 في كتاب الامتحان. بيقول لي امامك منكشف ايه افقي. احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها المنكشف الافقي، يعني وانت ماشي كانك بتصور كده من فوق كده، اللي انت شايفه قدامك وانت ماشي ده كده اسمه المنكشف الايه الافقي. حضرتك ده هو المنكشف الافقي. قال لي عاوز اطلع القطاع الرأسي بتاعه. لو حضرتك ركزت معايا كده سنه بسيطه بعد اذنك، هنا نوع الطيه دي ايه؟ قال لي والله انت جيت على اخر الحصه وقلت لنا ان الطيه في طيه عامله كده اسمها طيه محد، ودي طيه اسمها طيه ايه مقعره، وقلت ان ده اسمه المستوى المحوري. قلت لنا كل اللي هنعمله هنجيب كورتين، هنحط كره هنا والتانيه هنا. حضرتك لما احط الكورتين هنا يبعدوا عن المستوى ولا يقربوا من المستوى؟ قال لي خلاص يبقى الطيه المحدبه رمزها كده، ده رمز الطيه المحدبه، ان الجناحين بيبعدوا عن المستوى المحوري. طيب ماشي، دي طيه اسمها طيه ايه مقعره. هتحط لي الكورتين حضرتك، هنحط الكره دي هنا والكره دي هنا. الكورتين دول لما يطلعوا يجروا يخشوا على المستوى يبقى ده كده حضرتك لو السهمين دخلوا على المستوى المحوري يبقى ده هو الطيه الايه يا جماعه المقعره. طب حضرتك شايف السهمين دول كده مش هما بيبعدوا عن بعض؟ يبقى ده حضرتك بيبعدوا عن بعض تبقى طيه ايه؟ يبقى الشكل ده منكشف لطيه محدبه. هل دي طيه محدبه؟ لا. دي طيه محدبه برضو لا، دي طبقات مطويه. دي طيه محدبه؟ لا، دي اللي طيه محدبه. طب عاوز اتاكد، هو مش انت ماشي فوق على سطح الارض؟ قال لي جزمتك دايسه في الاول على طبقه لونها لبني؟ قال لي اللي هي الطبقه ده اهي. طب لو مشيت شويه كمان هنا، مين اللي قابلك؟ طبقه لونها ايه اصفر. ايوه فعلا قابلتني بعد كده الصفرة. طب مشيت شويه كمان قابلتك مين؟ الطبقه الخضراء او الزيتي دي. قال لي اللي هي ده اهي. قال لي بعد كده صفرة وبعدين ايه لبني، اللي هي دي الصفرة وبعدين الايه اللبني. يبقى الواضح كده انا اتاكدت ان هو ده فعلا المنكشف حضرتك، ده المنكشف وده القطاع الرأسي ايه بتاعه. عاوز اكد عليك ان السؤال رقم 150 في المستوى الاول في مذكره الاسئله تم الغائه عشان في خطا، بالنسبه للناس اللي ما سمعتش الفيديو واكتفت بالحل. النهارده يا جماعه هنبدا مع اهم حصص الجيولوجيا، وعاوزك تركز معايا كده بعد اذنك. كنا بناخد تراكيب اسمها تراكيب ايه تكتونيه، اللي هي التراكيب وخدنا كام مثال؟ قلنا في حاجه اسمها خلصنا خلاص الفواصل، وخلصنا خلاص اللي عليه الدور النهارده الفوالق. فالق في كلمتين: بطبطب ودلع، بكسر وحرك. اولا فالق يعني صدع، لانه لما جه يشرح قال تصدعات، قال تشققات او ايه التصدعات. الصدع ده هو الايه الفالق. فالق يعني ايه؟ قال لي بطبطب ودلع بكسر وحر. يبقى علشان يحصل فالق لازم كام حاجه يحصلوا؟ لازم الصخور وبعد الكسر يحصل حركه. حضرتك شوف تعريف الكتاب يقول لك ايه: هي كسور وتشققات في الكتل الصخريه. طيب فين زائد؟ يصاحبها ايه؟ قال لي يصاحبها حركه او ازاحه. يبقى التعريف فالق في كلمتين يعني ايه؟ بكسر وحرك. اللي قدامك دي حضرتك الصخور اللي هتتكسر دي صخور مش بسكوتة. عاوز اوضح لحضرتك حاجة: الفوالق بتظهر في كل الصخور، ولكن حضرتك لو عاوز تشوفها بشكل ايه
واضح؟ ممكن تشوفها في الصخور الرسوبية. اللي قدامك دي حضرتك مش بسكوتة، دي صخرة عاوزة تتكسر، وبالتالي الكسر محتاج قوة ولا مش محتاج قوة؟ محتاج قوة. قال لي طيب تمام قوي، فرجني كده حضرتك. بدأت تخش القوة، قامت جاية كسر الصخور. هل ده كده حضرتك يعتبر فالق؟ لا، لان انت ايه؟ كسرت بس. بص بقى عشان نبقى متفقين من اول الحصة، الصخور لما هتيجي تتكسر هتتكسر كام حتة؟ حتتين. قال لي في حتة منهم هتفضل ثابتة وفي حتة هتتحرك، يبقى دي هتفضل ايه؟ ودي. طب دي لو عايزة تتحرك يا جماعة ايه احتمالات حركتها؟ قال لي بأبسط حاجة والله ممكن تتحرك، تبص تلاقي نازلة لايه؟ ده احتمال. وممكن تلاقيها طالعة، وممكن حضرتك تلاقيها طالعة قدام او راجعة لورا. دي كلها دي ثابته ودي هتتحرك. طب بالراحه علينا يا استاذ، خليني كده في احتمال بسيط كده ان الصخره دي تنزل لايه؟ لتحت. حضرتك اهي حضرتك قامت جايه مكسوره وكده اتحركت، كده اقول ان ظهر قدامي كده فالق، لان حصل كام حاجه؟ ايه وايه؟ كسر وحركه. يبقى كده اللي قدامي ده كده ايه؟ فالق. اي طب ممكن اشوفه في الطبيعه بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى شكله واضح خالص اهو. قال لي فعلا الصخور مكسوره اهو، وده المكان اللي اتكسرت منه الصخور اهو. ودايما لو عاوز تشوف الحركه ما تبصش على كل الطبقات، نقي طبقه ايه؟ واحده بس واشتغل عليها. ايه رايك ناخد الطبقه دي؟ مش ده السطح العلوي للطبقه؟ طب وده هو السطح الايه؟ السفلي للطبقه. قال لي المفروض الطبقه دي صاحبتها تكملتها تبقى قصادها. انت مش ملاحظ ان تكملتها ده السطح العلوي وده السطح السفلي؟ ما انتش ملاحظ ان هما مش قصاد بعض؟ يبقى الصخور هنا مكسوره يبقى فالق في كلمتين. يعني ايه يا حلو؟ كسر وحركه. يا جماعه الكلام اللي بقوله صعب؟ ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه. بص بقى يا استاذ محمد، الحصة كلها النهاردة هو ان احنا نعرف العناصر التركيبية. اي فالق فيه كم عنصر تركيبي؟ وبقولها لك اهو، اذا فهمت العناصر التركيبية الفوالق دي في جيبك الصغير. طب قول واحنا معاك اهو، الفالق حضرتك بيتوصف بكم عنصر تركيبي؟ 3 عناصر. ادي ال3 عناصر، اعرف اسميهم الاول. يلا، اول عنصر تركيبي اسمه مستوى الفالق. ماشي، يبقى اول عنصر اسمه مستوى الفالق. حلو قوي. قال لي بعد كده حضرتك الفالق زي ما حضرتك شايف اهو، مش الصخور اتكسرت كام حته؟ قال لي حته منهم اسمها حائط ايه؟ علوي، والتانية هيبقى اسمها حائط سفلي. يبقى الصخور اتكسرت كام حته؟ هنسمي واحده منهم حائط ايه والتانية هنسميها حائط. واعمل حسابك ان انا النهارده كل كلامي على الحائط العلوي. كل كلامي على مين؟ ما انا طالما عرفت الحائط العلوي يبقى التانية هيبقى الحائط بس انا كل كلامي على الحائط طب بالراحه علينا استاذ، خليك بالراحه كده وابدا معايا بمستوى الفالق. مستوى الفالق ده حاجه سهله خالص. بص حضرتك، مش دي كده الصخور اتكسرت؟ هل كده يبقى فالق ولا لسه؟ ناقصك ايه؟ طب انا اتخيل ان الكتله دي اتحركت نزلت لتحت كده. قال لي عاوزك تطلع لي الحاجات دي حضرتك. قال لي حاضر. مستوى الفالق يا استاذ، مستوى الفالق اللي هو مش دي اللي اتحركت نزلت لتحت؟ مش هو بيتحرك اهو؟ ده المستوى اللي هي اتحركت عليه. اللي بيتحرك عليه ده حضرتك الحاجه اللي بتزحلق عليها الصخور دي اللي اسمها مستوى الفالق. طب تعرف طلعها الرسمه؟ مستوى الفالق اهو يا استاذ. طب عرفهولي هو المستوى اللي بتتحرك عليه الصخور اللي هي اتكسرت دي. طب ممكن تعريف الكتاب بالظبط؟ حاضر. مين هو مستوى الفالق؟ شوف الكتاب بيقول لي ايه. هو المستوى اللي هو دوت يعني الذي تتحرك على جانبيه. بتتحرك عليه مين يا استاذ؟ بتتحرك عليه الكتل الصخريه المهش، يعني الكتل المتكسره. هي اللي بتتحرك عليه الكتل المتكسره. حركه يعني حركه صغنطوطه. والحركه الصغنطوطه دي بينتج عنها ازاحه، يعني بتتحرك عليه حركه صغنطوطه وتبقى اتزحزحت من
مكانها، هو المستوى اللي بتتحرك عليه الصخور. يا جماعة الكلام ده فيه مشكلة؟ يبقى أول حاجة هشتغلها في أي فالق إن أنا هطلع مستوى الإيه؟ الفالق. وبصراحة بقى أي حد عنده فكرة عن الفوالق ما بيغلبش في المستوى، بيبقى عارفه هو المستوى ده هو. المشكلة كلها في الاتنين الحلوين ده هم اللي هم الحائط العلوي والحائط الإيه؟ السفلي. وبص ببساطة كده، لو هو ده المستوى، ايوه يا باشا، بيبقى فيه صخور فوق المستوى على طول. قال لي لو لقيت الصخرة فوق المستوى لو سمحت سميها صخور حائط علوي. طب لو لقيتها تحت المستوى اسمها صخور ايه؟ حائط سفلي. الكلام ده كده في اي مشكلة؟ يبقى كده لو ده المستوى عرف لي صخور الحائط العلوي، قال لي هي كتلة الصخور اللي بتلاقيها اعلى مستوى الفلك. يبقى لو ده المستوى اهو مش هيبقى فوقيه صخره، الصخره دي اسميها حائط علوي. طب حضرتك، طب ولو لقيتها تحتيه عرفها لي حضرتك، هي الصخور التي توجد اسفل مستوى الفلك. طب بالراحه علينا كده يا استاذ، يعني انا لو جبت الريموت الحلو ده وحطيته على المستوى ده كده، هو كده انت حضرتك شايف ان الريموت ده كده فوق المستوى ولا تحت المستوى؟ يبقى الصخرة اللي جهة الريموت اقول عليها حائط ايه؟ طب ولو هي تحت كده، طيب ممكن حضرتك تودي دي؟ طب لا معلش، المشكلة يا استاذ ان المستويات مش بتبقى مستقيمة كده، يعني شايف المستوى عندك ايه؟ مميل شوية. خلاص يا جماعة، اميل ده سنة كده زيه. هو انت حضرتك شايف كده ان الريموت كده فوق المستوى ولا تحت المستوى؟ تزعل لو انت قلت ان الصخره اللي جهه الريموت اسميها حائط علوي؟ لا تمام. طب انا دلوقتي دماغي كده ايه، فوق المستوى ولا تحت المستوى؟ يبقى لو حطيت مكان دماغي هنا صخره، تبقى الصخره دي حائط علوي ولا سفلي؟ حلو قوي. اي طب انا هقول لك على حاجه حلوه، خد المسطره وروح هناك وحط لي المسطره على المستوى، وكده مش انتوا قلتوا لي ان الريموت ده فوق المستوى؟ يبقى الصخره اللي جهه الريموت اسميها حائط ايه؟ علوي، صح؟ انا هروح اهوت يا جماعه وانا دماغي كده تعتبر حائط ايه؟ سفلي، وحطيت المسطره على المستوى. مش الريموت هنا كده، مش الصخره دي كده اللي هي جهه الريموت اكتب عليها حائط ايه؟ يبقى دي كده حضرتك اهي، دي كده حضرتك هي حائط ايه؟ علوي. طب حضرتك مش الصخره دي جهه دماغي كده، يبقى دي كتب عليها حائط ايه؟ واقوم جاي باعد نفسي كده اهوت واروح اخد نفسي وافرد نفسي كده اهو واروح ابص هناك. طلبة مصر كلها دلوقتي بتاكل في نفسها. هو ايه اللي بيقولوا ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ ايه؟ انتوا اللي قايلين ايه؟ انا طبقت اللي انتوا قلتوه لي. يجي الطالب ابو مخ نضيف يقول لي هي ازاي دي حائط ايه؟ وهي نزلت لتحت. هو انت هتألف تعريف بمزاجك؟ هو انا كنت قلت لك هي بتنزل لتحت ولا بتطلع لفوق، ولا جبت لك سيره حركتها خالص؟ والله يا باشا انت بتألف لنفسك تعريف. والله يا باشا ما قلت اكتر من ان الحائط العلوي ده هو اللي فوق هو الريموت ده كده فوق المستوى ولا لا؟ طب لو انا نزلته لتحت كده هو فوق المستوى ولا لا؟ طب لو طلعته لفوق كده، طب لو قعد يرقص، هو اسمه حائط علوي عشان هو فوق انا كلمتك عن حركته. الصخرة دي ارجع تاني اهو، الصخرة دي كده مش هي فوق المستوى؟ لو طلعت فوق كده حائط علوي، نزلت تحت كده قعدت ترقص، هي اسمها حائط علوي ليه؟ عشان فوق انا كلامي كله على الحائط العلوي. طب دي اسمها حائط سفلي ليه؟ علشان تحت يبقى حضرتك ما تألفليش تعريف. بصراحة يا استاذ موضوع الحائط العلوي والحائط السفلي بالطريقة فوق المستوى دي وتحت المستوى اللي الكتاب بيتكلم عنها، لما بدأنا نشتغل مع الطلبة 20% اللي بيحل بس. ولذلك لازم احنا نتدخل. هقول لك على طريقة دلوقتي هشرحها لك في 30 ثانية، وانت لما تيجي تطبقها هتطبقها في ثانيتين. وطريقة شغل تالتة ابتدائي، ركز معايا لان دي شغل الحصتين الجايين. قال لي حضرتك عارف رقم 7؟ ايوه رقم 7 ماله؟ قال لي رقم 7 ده مش خطين؟ ايوه خطين. بص بقى انت تخش على القطاع اهو، ماشي؟ مش ده الفالق؟ حلو قوي.
ابدأ الاول طلع مستوى الفالق. مش ده كده حضرتك هو مستوى الفالق؟ ادي مستوى الفالق. كده انت عملت من السبعة خط. عشان تعمل رقم 7 ناقص لك كام خط؟ 1 كمان. انت هتبدأ تستخدم المستوى ده علشان يعمل لحضرتك 7 ايه؟ معدولة، 7 مظبوطة، 7 شكلها حلو. والله يا استاذ مش كده خط، انا عاوز اعمل 7 حضرتك معدولة، والله بحيث ان الشرطة التانية تقابل صخرة من الاتنين دول. قال لي طب جرب كده يا استاذ. كده يا جماعة لو انا عملت الخط ده كده مع المستوى، انت شايف ان دي 7 حلوة ومعدولة؟ لا، ما اصل انت هتجربها مرة مع الصخرة دي ومرة مع الصخرة دي وتشوف الاحلى منهم وتقول لي كده انت شايف ان دي 7 معدولة؟ لا، يبقى دي مش حلوة. طيب دي كده مش دي 7 احلى شويه؟ مش دي كده معدوله؟ ما هو انت بتجربها مرتين. بتجرب كده يا جماعه 7 معدوله، كده مش كده 7 معدوله؟ مش وانت بتعمل الشرطه الثانيه دي قابلت كتله صخور؟ الكتله دي دايما هي الحائط العلوي. هي دي الطريقه، الكتله دي دايما هي ايه؟ وطالما دي الحائط يبقى تلقائي الثانيه. وانا كلامي النهارده كله على الحائط العلوي. الطريقه دي صعبه؟ ممكن تقولها تاني؟ ممكن اقولها تاني. يعني انا دلوقتي الاول خالص بحدد مين؟ مستوى الفالق، واستخدم مستوى الفلك عشان اعمل 7 ايه؟ كده 7 معدوله، كده 7 معدوله. كتله الصخور اللي قابلتني وانا بعمل ال7 المعدوله هتبقى اسمها الحائط، يبقى الثانيه حائط صور. ممكن نجرب يا استاذ؟ وزعنا على حضرتك ورقه دي اللي هشتغل بيها طول الحصه، وهي موجوده على المنصه على الPDF، فيها 4 اشكال. يلا نشتغل مع بعض نطلع العناصر التركيبيه اللي هي مستوى الايه؟ الفالق والحائط والحائط السفلي. يلا نشتغل على الشكل الاول. يلا يا باشا تعالى اما ابدا الاول. ده اسمه ايه يا حلوين كده؟ مستوى فالق. هو قال لنا انا هستخدم مستوى الفالق عشان اعمل 7 معدوله. هبدا اجرب مره مع دي ومره مع دي. دي كده 7 معدوله، دي كده 7 معدوله. كده حلوه فعلا، احلى من التاني. تبقى دي ال7 المعدوله. مش انت قابلت كتله صخور؟ الكتله دي حائط ايه؟ يبقى التانيه حائط سفلي. طب ما هي سهله. ممكن نجرب على التانيه دي كده. يلا يا باشا معايا. ده اسمه ايه؟ مستوى ايه؟ فالق. انت صح، ما تقوليش مستوى محوري، ده اسمه مستوى فالق. احنا في فالق دلوقتي. طب كده 7 معدوله، كده 7 معدوله. يبقى دي اكتب على دي حائط ايه؟ علوي. والحلوة التانية دي حائط سفلي. انت بتشتغل معايا. يلا يا باشا اشتغل رقم 3. يلا الشكل رقم 3 اهو. يلا يا محترم اهو. ده هو اسمه ايه؟ مستوى فالق. كده 7 معدولة. كده 7 معدولة. يبقى كده 7 معدولة. يبقى اكتب على دي حائط علوي ودي حائط سفلي. بص هنا. يلا طبق. يلا التالتة اهي، الرابعة اهي، شكل 4. ده اسمه ايه يا دكتور؟ كده 7 معدولة؟ لا، كده 7 معدولة. كده ده حائط ايه؟ وده حائط سفلي. الكلام اللي انا بقوله ده كلام صعب؟ والله لو فهمت الكلمتين دول وعرفت تشتغل بيهم، للفوالق دي تحطها في جيبك الصغير. بص انتوا عارفين انا ما بثقش فيكم. تعالوا ما نجرب. الشكل اللي قدامك يعتبر 2 حائط نقط سفلي، صح؟ لان ال7 المعدولة كده، صح؟ يبقى 1 ايه؟ و2 سفلي. طب بص، يعتبر 1 حائط و2، لان لو عملت ال7 هتبقى كده، يبقى دي اللي ايه؟ العلوي. يعتبر 2 حائط و1. يعتبر 2 حائط. يعتبر 1 حائط. يعتبر 1 حائط. يعتبر 2 حائط. وقفنا على رجلين. عرفت الطريقة؟ فيها أي مشكلة ولا في أي مشكلة؟ طيب حلو كده. بص بقى حضرتك، هو فالق في كلمتين يعني بقى إيه؟ بكسر وحرك. الصخرة عشان تتكسر دي صخرة عاوزة قوة عشان تكسرها، ومتفقين ان القوة لازم تبقى من باطن وانا كنت معرفك في قوتين، قوة ايه؟ وقوة ضغط. هزود لك واحدة كمان النهاردة. قال لي بص يا استاذ، كده دي قوة شد، دخلهم على بعض، دي قوة ايه؟ ضغط.
الجديدة والكتاب ما قالش اسمها ومش هيقولها، بس انا عاوزها تبقى عارفها، اسمها قوة القص. اللي هي دي، معلش يا استاذ، هو ايه الفرق بين الضغط والقص؟ اقول لك، الضغط الاتنين في وش بعض، القص بيبقوا متوازيتين، يعني دول كده داخلين على بعض، انما دولت شكلهم ايه؟ متوازيتين، دي دوامتين متوازيتين. فلو لقيت الدوامتين متوازيتين، القوة دي اسمها قوة الايه؟ القص. دولت هما الثلاث قوة، في واحدة اسمها انت شد، وفي واحدة اسمها، والنهارده هناخدها في حته صغيره كده، اسمها قوه الايه؟ القص. طب يا استاذ على مهلك بس شويه، تعال اما ناخد بقى انواع الفوالق. ابسط نوعين معايا وما فيهمش حاجه خالص، في نوع اسمه الفالق وفي فالق اسمه الفالق المعكوس. هو فالق يعني ايه؟ كسرها. يبقى مطلوب مني وانا بشرح اقول لك الصخره اتكسرت ازاي وتفرجني الحركه تمت ازاي. لو شرحت لي دي يبقى كده الفالق خلص. قال لي طيب نبدا الاول بالفالق مين؟ احنا عاوزين نكسر الصخور، مش الصخور عاوزه تتكسر بقوه. طيب يا جماعه الفالق العادي اهو، دي القوه اللي كسرت الصخور، القوه دي قوه ايه دي؟ قال لي يبقى الفالق العادي الصخور بتتكسر بسبب عند حضرتك في الورقه اللي معاك حضرتك في الظهر، يلا كسر ناتج عن اكتب يا باشا. يبقى الفالق العادي ايه القوة اللي بتكسر الصخور؟ قوة الشد. يبقى الفالق العادي كسر ناتج عن قوة الايه؟ الشد. طيب وريني الفالق المعكوس. مش انت عاوز تكسر الصخور في قوة هتخش؟ الفالق المعكوس القوة هي حضرتك، دي قوة ايه دي؟ ضغط. يبقى قول له ان الكسر ناتج عن قوة الايه؟ الضغط. يبقى انا دلوقتي حكيت لك كم نوع من الفوالق؟ اتنين. قلت لك ان في فالق عادي وفي فالق معكوس، وقلت لك ده بيتكسر ازاي وده بيتكسر ازاي. باقي لنا ايه بقى؟ الحركه في الاتنين. طيب الحركه ما فيهاش حاجه خالص، بس عاوزه سنه بس تخلي بالك انا هقول ايه. الصخور دي نوعها صخور دايما يا جماعه، الفوالق بتحصل في كله، بس عشان تشوفها واضحه وجميله هتشوفها في الرسومات. طيب انا عاوز اعمل هنا فالق، اول حاجه نعملها ايه؟ نكسر الصخور اتكسرت. هل ده يعتبر فالق؟ انتوا هتستحملوني بقى على اعتبار مسا، يعني ده ان شاء الله هيبقى فالق. نقدر نحدد الحائط العلوي والحائط السفلي على اعتبار ما سيكون. اصل ده كده علميا ان انا اقول ان ده فالق واحدد عليه حوائط، بس انتوا هتعذروني على اعتبار ما سيكون. الا الخط ده ان شاء الله هيبقى ايه؟ مستوى فوق، صح كده يا جماعه؟ طيب تعرفوا تطلعوا الحوائط يلا. كده حضرتك عملت السبعه، كده سبعه معدوله، كده سبعه معدوله. يبقى كتله الصخره دي اكتب عليها حائط ايه؟ اكتب معايا يلا في الورقه قدامك، ما هي زيها بالظبط. دي كده حائط ايه؟ علوي. دي ان شاء الله هتلعب دور الحائط العلوي، وتلقائي طالما دي الحائط العلوي يبقى دي الحائط السفلي. لازم سيادتك تبقى فاهم ان انا طول الحصه مين اللي بيتحرك ومين اللي هيتحرك، الحائط، ومين اللي هيفضل ثابت. السفلي طبقا لمنهجنا السفلي هيفضل ايه؟ ثابت. قال لي خلاص يا استاذ بالراحه بس، ماشي. يبقى مين اللي هيتحرك يا شباب؟ العلوي. حلو، ده كده الحائط العلوي. ايه ابسط حركات للحائط العلوي؟ يعني ممكن يروح فين او فين؟ يا تحت يا فوق. بالله عليك يا اخي عشان ما بقولش كلام صعب، قال لي لو انا ماسك حته الخشبه الحلوه دي وسبتها كده، راحت فين؟ راحت تحت ليه؟ عشان في جاذبيه ايه؟ بتشدها لتحت، صح كده؟ طب خلاص بص يا جماعه، لو لقيت حائط علوي نزل لتحت مش ده شيء عادي؟ يبقى لو لقيت الحائط العلوي نزل ليه؟ يبقى اقول على الفلق انه عادي. مش العادي ان الحاجه تنزل لتحت. فلو لقيت الحاجه مع الجاذبيه يعني ده شيء ايه؟ يبقى لو لقيت الحائط العلوي نزل لتحت او اقول على الفلق انه ايه؟ عادي. طب افرض بالله عليك انا ماسك الخشبه دي كده وسبتها، فلقيت الخشبه بتطلع لفوق، ده اللي مش عادي ابدا. لان كده هي طالعه عكس اتجاهك، يبقى اقول عليها فالق ايه؟ خلاص يا استاذ انا فهمتك. يعني العادي اللي هو مع الجاذبيه، والمعكوس عكس الجاذبيه، عشان كده هم قالوا عليه معكوس. انتوا معايا يا جماعه كده؟ طب تعالى اما نجرب كده، نبدا بنشرح الفلق العادي. يلا الفلق العادي مش انا قلت لك انه بيتكسر بسبب واحنا محددين ده حائط ايه وده حائط
الاتنين بيتحركوا ولا واحده بس؟ مين اللي بيتحرك؟ طيب احنا قلنا ده فالق ايه؟ يبقى العادي ان الحائط العلوي يروح لفين؟ طب اتفرج بقى الحركه حصلت ايه؟ اهو قام جاي نازل لتحت اهو. انا عاوزك يا دكتور دلوقتي تحكي لي اللي حصل. قال لي والله يا استاذ وانا بتفرج معاك لقيت صخره بتتحرك على البتاع ده. هو ده اسمه ايه؟ يبقى اكتب معايا لقد تحرك على الصخور وهي بتتحرك. اتحركت على ايه؟ على مستوى الفالق. حضرتك شايف مين اللي اتحرك؟ مين اللي اتحرك؟ ما هو هو حضرتك طول الحصه اللي بيتحرك هو ده. اللي اتحرك هو صخور الحائط العلوي. حضرتك وانت شايفه بيتحرك نزل تحت ولا طلع لفوق؟ مش ده عادي؟ يبقى تحرك الى ايه؟ الى اسفل. لما باجي بشوف حاجه بتتحرك بقارنها بحاجه ثابته اللي هو مين؟ يبقى انا شفته نازل لتحت بالنسبه للثابته دي اللي هي اسمها الحائط وكده الفلق العادي خلص. صعب. يبقى اتكسرت الصخور بسبب الشد. حصل حركه؟ حصل حركه. اتحرك على ايه؟ مين اللي اتحرك؟ اتحركت لفين؟ اسفل بالنسبه لمين؟ هو ده كده الفلق العادي. اللي عملته مع الفلق العادي هعيده مع المعكوس وانتوا فهمتوا اللعبه خلاص. قال لي بص انت قلت ان هيحصل قوه كسر سببه قوه ضغط. استاذ هو انت قلت لنا دي ثابته؟ ايوه السفلي ثابت. ودي هتتحرك؟ ايوه يا باشا. هو انا هعمل ايه؟ ضغط. طب ممكن اثبت ايدي دي كده واحط ايدي دي واضغطهم الاثنين على بعض بس دي ما تتحركش. لو ضغطت كده هلاقي دي بتنط تطلع لفوق، صح ولا ايه؟ ما هو فكرتها كده اهو. انت ضغطت دي ثابته فدي عملت ايه؟ طلعت لفوق. قال لي يا باشا حضرتك اللي هيتحرك هو الحائط العلوي وهو نوعه ايه؟ معكوس. يبقى مع الجاذبيه ولا ضد؟ يبقى يطلع فوق يا باشا اهو. طلع لفوق اهو. حلو قوي. تعرف تحكي لي؟ هحكي هنا. هو البتاع ده مش اتحرك على حاجه؟ اتحرك على مين؟ اكتب. وتحرك على نقط. قايل لك نقط. مين بقى؟ مستوى الفالق. هو مين اللي انت شفته بعينك بيتحرك؟ يبقى اقول له اللي انا شفته بعيني بيتحرك هو صخور الحائط العلوي. شفتها بتتحرك فين؟ لاعلى. انت بتقيسها بالنسبه لحاجه ثابته صح؟ اللي هو مين؟ صخور الحائط السفلي. كده الفالق المعكوس. استاذ وانا اعرفهم من بعض ازاي؟ بص بقى انت عينك على الحائط الايه؟ العلوي وعينك على الاغنيه الشعبي جيولوجيا شعبي. اسمع الاغنيه دي. انت تخش على اي قطاع وتطلع الحاجات دي وعينك على الحائط العلوي. فإن وجدت اسمع بقى الحائط العلوي لتحت يبقى الفالق عادي والحائط العلوي لفوق يبقى الفالق ايه؟ قولها تاني انا حبيتها. قولها تاني تاني يا باشا. غني معايا يلا. والحائط العلوي لتحت يبقى الفالق والحائط العلوي لفوق يبقى الفالق ايه؟ لو سمحت يا استاذ يعني انا عاوز حد يكتشفني يا جماعه. انا عاوز حد يكتشفني. اخر مره فقره ما يطلبه المستمعون. يلا هي. والحائط العلوي لتحت يبقى الفالق والحائط العلوي لفوق يبقى الفالق. اللي قولوا لي يا جماعه ايه؟ طيب اللي قولوا لي يا شباب الراجل ده اهو عنده تيشيرت فقال لي انا اجيبه لك عشان بحبك خد التيشيرت ده البسه. قلت له بس انا يعني قلت له ما تقلقش انا هوسعه بطريقتي. امسك بس انت من حته وشدنا قصاد بعض. هو انا لما اشد الحاجه تكبر ولا تصغر؟ حلو قوي. الفلق العادي بيحصل بسبب قوه الشد. دي المنطقه قبل ما الفلق يحصل. المنطقه هتتعرض لقوه الايه؟ الشد. بص لي بعد الشد المساحه بعد الشد زادت ولا قلت؟ لان دايما لو معايا تيشيرت وشديته بيوسع وبرضه لو عندي صخور وشدتها مساحتها
زيد. شوف كتاب الوفي يقول لك ايه لو عندك شجرة وعندك واحد تمام والمسافة بينهم 100 متر تمام، حصل فالق عادي، فإن المسافة بعد حدوث الفالق هتبقى أكبر من إيه؟ من 100. يبقى أنا هستنتج عندي وهكتبها عندي كده أهو، بعد الفالق المساحة بعد الفالق تزيد هتزيد المساحة وكن إنسان جديد. قال لي حضرتك أهو، قال لي الفالق العادي بتزيد المساحة بعد حدوث الفالق، لأن الشد دايما يزود المساحة، بيزود الإيه؟ المساحة. يبقى الفالق العادي بيعمل إيه؟ تزيد المساحة بعد حدوث الفالق. الفالق المعكوس بيحصل إيه؟ ضغط. يعني لما الشباب اللي قدامي دول اقول لهم والنبي يا جماعه معلش انتوا شايفين مجموعه زحمه اهو، طب انا استاذنكم بس عاوزين نجيب 3 نقعدهم معاكم، لو انت تيجي على نفسك كده وانت تيجي على نفسك كده وتيجوا تلزقوا في بعض كده اهو، مش هتوفر مساحه؟ هي دي نفس اللعبه. قال لي حضرتك شايف قبل حدوث الفلق عامل ازاي؟ انا هبدا ايه؟ اضغط. طب لما اضغط حضرتك المساحه تبدا تقل ولا لا؟ طب السمك ازاي؟ عامل زي العجينه تعملها كده لا هوب طلعت لفوق. يبقى هنا حضرتك يبقى الفالق المعكوس بسبب الضغط يعمل ايه في المساحه؟ تقل المساحه. يبقى العادي يزود والمعكوس يقلل ممكن لو سمحت اسمع الاغنيه تاني؟ حاضر. فرقه ما يطلبه المستمعون. والحائط العلوي لتحت يبقى الفالق، والحائط العلوي لفوق يبقى الفالق. بص يا استاذ، انا اخش على اي رسمه واقوم جاي حضرتك مغني الاغنيه طبقا للرسمه. مش احنا كنا حالين دول من شويه؟ يلا طلعهم كده اما نحدد نوع الفالق فيهم. انا هبص على ايه؟ هتبص على الحائط العلوي حضرتك. يلا يا باشا اكمل الرسمه طبقا للاغنيه. شايف الشكل رقم 1؟ عينك على مين؟ على الحائط الايه؟ والحائط العلوي يبقى الفالق. والشكل 2 الحائط العلوي يبقى الفالق. حلو. ممكن تبص على الشكل رقم 3 اللي انت حله، والحائط العلوي هنا يا جماعه. الحائط العلوي صوت قوتي على فكره، يعني انتوا مش عارفين تشتغلوا. الحائط العلوي هنا الايه؟ يبقى الفالق. الشكل الرابع اهو حضرتك شايف الحائط العلوي يبقى الفالق، والحائط العلوي لتحت يبقى الفالق، والحائط العلوي لفوق يبقى الفالق. ايه ماشي. بص هنا، والحائط العلوي هنا يبقى الفالق، والحائط العلوي هنا لفوق يبقى الفالق، والحائط العلوي هنا 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 يبقى الفالق. الكلام ده صعب. ابدا اطبق على قطاعات واشكال جديده من الاسئله، ودايما بتبقى مفاجاه الامتحان في القطاع، لازم يجيب لك القطاع يخضك. انا ما بتخضش حضرتك، لان انا بعرف اشتغل كويس، لان حضرتك انت بتبقى متدرب وفاهم كويس، لان الاسد ملك الغابه والنمر ملك الجيولوجيا. فحضرتك دي حاجات مش هينفع ان انا اعطل فيها، انا ما بقفش في قطاعات خالص. حضرتك يلا خش بقى عليا كده. انا بخش على اي رسمه. هنا في فالق ولا لا؟ عرفت ازاي؟ قال لي الصخور مش قصاد ايه بعضها حضرتك. يلا يا باشا كده نشتغل مع بعض. يلا الشكل اشكال عندك في الورقه بتاعتك. يلا بص بقى يا استاذ، هبدا اول حاجه اطلع مستوى الايه؟ الفالق اهو، ده كده مستوى الفالق. هبدا بعد كده اعمل السبعه المعدوله. كده 7 معدوله، كده 7 معدوله. يبقى الكتله دي هتبقى حائط ايه؟ علوي، والحلوه دي سفلي. بيقولوا لنا في الكتاب لو بصيت على كل الطبقات والصخور هتتخض. حضرتك نقي طبقه واحده. حتى الكتاب يقول لك متابعه مجموعه صخريه على احد جانبي مستوى الفالق، وروح هناك شوف نفس المجموعه. معنى الكلام نقي طبقه
واحدة شوفها في الجنب ده، وروح عدي اليمة تانية شوف حصل لها ايه. هننقي الطبقة البيضة، مش ده السطح العلوي وده السطح السفلي، انا هراقب الطبقة دي. الطبقة دي حضرتك لما راحت مش كده، مش ده بقى العلوي وده مين السفلي، مش ده الحائط العلوي. حضرتك شايف الطبقة دي والكتلة دي نزلت لتحت ولا طلعت لفوق؟ يبقى ده فالق ايه؟ يبقى لما اجي احل واسالك اقول لك نوع الصدع. صدع، ايوه، ما انت ما ركزتش اول حصه. الفالق، نوع الفالق، القوه، المساحه بعد حدوث الفالق بتزيد. اللي بعدها استنى بس قبل ما اتكلم، دي طيه صح؟ نوعها ايه؟ محدبه، الله يكرمك. ده هو تركيبه، ده ما ينفعش يبقى مستوى محوري عشان مش قاسم ده فاصل يا جماعه مؤقتا. ده ايه ده؟ لان الطبقه دي هي دي، دي هي دي، دي هي دي الصخور دي كده مكسوره، والواضح انها ما حركتش. لا حاله تانية ابقى اقولها لك بعدين، لسه ما خدناهاش بس ماشي. خليني في بتاعه النهارده اهي. هنا في فلق ولا لا؟ قال لي فيه. يلا يا باشا، ده يلعب دور ايه؟ مستوى فالق صح؟ جرب السبعه كده، سبعه معدوله كده، سبعه معدوله. يبقى الكتله دي حائط ايه ودي حائط. ممكن تشتغل على طبقه واحده عشان ما تدخش، مش ده سطح العلوي للطبقه وده السطح السفلي. طيب روح هناك، مش دي نفس الطبقه تكملتها اهي؟ حضرتك شايف الكتله اللي هو العلوي دي طلعت لفوق ولا نزلت لتحت؟ طب يبقى كده مع الجاذبيه ولا ضد؟ يبقى ده فالق القوه. يبقى نوع الصدع صدع مع القوه. المساحه بعد الفالق تقل. الشكل معاك، اشتغل يلا. هطلع اول حاجه، الله يكرمك، بيقول لي خلصت. قال لي حضرتك تبدا طلعت المستوى، ادي المستوى. هعمل سبع كده، سبعه معدوله كده، سبعه معدوله. قال لي تمام. يبقى الكتله دي حائط ايه ودي حائط. ما تبصش على كل الطبقات عشان ما تدخش، يمكن الطبقات دي ملونه فمريحاك. قال لي هنا ده السطح العلوي وده السطح السفلي للطبقه البيضاء. هشوف الطبقه البيضاء هناك. قال لي الطبقه البيضاء هناك اهي. عينك على العلوي. العلوي حضرتك راح لفين؟ لتحت. نوع الصدع، القوه، شد، المساحه هتزيد. الشكل الرابع، استنى قبل هسألك سؤال مش موجود. هي نوع الطيه، طيه محدبه. القوه اللي كونت الطيه ضغط، لان اي طيه ضغط بس. ماشي حضرتك. طب نوع الفالق هنا لو سمحت، استنى يا استاذ، ده اسمه ايه؟ مستوى فالق. دي سبعه، ده حائط، ده حائط. نقي طبقه واحده واشتغل عليها البيضه. العلوي راح لفين؟ يبقى الفالق. سؤال بس المفروض انا هقوله الحصه الجايه، هو مين اللي حصل الاول، الطيه ولا الفالق؟ بص عاوز اقول لك على حاجه. ايوه هي صح، الطيه فعلا. هي الطبقات كانت افقيه اصلا، قمنا جايين ضاغطين على الطبقات، فقامت جايه الطبقات لما انتنت عملت ايه؟ طيه. قرصنا ضغطنا بزياده عملت فالق معكوس. يبقى عند الضغط على طيه بزياده يعمل فالق عادي؟ لا، انت قلت ضغط، ما ينفعش يعمل فالق عادي، لان الفالق العادي سببه الشد. طالما انت ضغطت بزياده على طيه واتكسرت واتحركت يبقى غصب عنك الفالق مع، لانه قوه ايه؟ ضغط. اللي معايا دول على الشاشه مش قدامك، واللي جاي ده وده سؤال ثانويه عامه، عشان بقول لك موضوع الطبقات هتتجنن لو بصيت على كل الطبقات. يلا يا حلو يا باشا. قال لي يا استاذ انا لو بصيت عليهم كلهم هتجنن، اشتغل على طبقه؟ انقي لي واحده حضرتك. انقي الحلوه ده اهي، شايف الحلوه دي تكملتها اهي. خلاص ده كده اسمه ايه؟ كده سبعه معدوله كده، سبعه معدوله. يبقى ده حائط ايه وده حائط. العلوي يا جماعه راح لفين؟ يبقى نوع الصدع، القوه، ضغط، المساحه تقل. اشتغل على طول، مش هعمل بقى. نوع الفالق الله يكرمك، القوه، المساحه
كده يا باشا انا بدأت اطمن عليك اهو. كده انت طبقت تقريبا اكتر من 12 مرة. تعالى بقى، اما في الكام دقيقة اللي باقيين لي دولت هاخد نوعين، ده سطر وده سطر كمان، واقفل على كده حضرتك. قال لي يا استاذ هناخد نوع تالت اسمه فالق ايه؟ دسر. اسمه فالق ايه؟ دسر. الكلام ده كلام بسيط قوي بس يتفهم. يا دكتورة الدسر ده له اسم دلع بيسموه فالق ايه؟ زحفي. يبقى انا هاخد فالق اسمه ودلعه الزحفي. وقبل ما اقول كلمة ده نوع من المعكوس. يبقى القوة ايه يا دكتورة؟ ضغط. والحائط العلوي يتحرك لفين؟ لاعلى، صح كده؟ قبل ما اقول حاجة، يعني ده حالة من المعكوس. يعني لو عندي صخرة بالشكل ده والفلق الدسر لما بيجي بيحصل يا دكتورة في الصخور الهشة. الصخور الايه؟ اللي بتتلكك، ان انت لسه جاي تضغط تلاقيها اتكسرت واتحركت. بتستهبل يعني. ماشي يا استاذ. بدأت ادخل قوة ضغط حضرتك، صخرة اتكسرت. هل ده كده فالق؟ لا لسه يا استاذ، ده بس هيبقى فالق ان شاء الله. استاذ ايه الغريب هنا؟ والله يا استاذ يعني هو ده هو حضرتك غير اللي احنا كنا بنشتغلهم قبل كده. مش احنا كنا بناخد المعكوس من شويه؟ كنا بنلاحظ حضرتك ان انت بتكسر بميل كبير كده، صح؟ انا ملاحظ المره دي ان انت كنت وانت بتكسر كسر بوضع كده تحس انه افقي شويه. يعني هناك كنا بنكسر بايه؟ بميل. بس مش انت حاسس ان ده مش ده ان شاء الله يلعب دور مستوى الفالق؟ انت مش ملاحظ ان مستوى الفالق هنا حاسس ان هو ايه؟ ولو حتى هو مميل شويه ايه؟ قال لي لو لقيت فالق مستوى الفالق فيه وضعه، او لو سمحت بقى اقول عليه دس. هو ده تعريفه. متى اطلق على الفالق انه دس؟ لو لقينا انطق وضعه او قليل الميل. رد عليا يا جماعه عشان اخلص. متى اطلق على الفالق انه دسر؟ اذا كان مستوى وضعه افقي او قليل الميل. يا دكتور لو انا جبت كوره وحطيتها هنا وجبت كوره حطيتها هنا، الكوره تجري اسرع فوق ولا تحت؟ جبت الكوره تجري هنا بسرعه، صح؟ هنا على مهل؟ لا. الصخور لما تيجي تتحرك هنا حركتها هتبقى سريعه ولا بطيئه؟ بطيئه. عشان كده بيسموه فالق ايه؟ ما هو زحف دي يعني بتمشي على مهلها. اكمنه عارف لو مميل كده كانت الصخور تفر، انما دي كده حضرتك اكمنه مش مميل او ميله بسيط فهيمشي على مهله. ولذلك هو يقول لك ايه؟ وتزحف الصخور. هتزحف على دماغك. ما هو حضرتك هي اي صخور بتتحرك على مستوى الايه؟ وكمين الحركه صغيره فقالوا ان هي بطيئه، فقالوا ان هو بايه؟ بتزحف. وتزحف الصخور على مستوى الفالق، ولذلك يسمى فالق زحف. يبقى متى اطلق على الفالق انه دسر؟ لو لقينا انت مستوى الفالق وضعه. وماذا تتوقع عن حركة الصخور؟ تزحف الصخور على مستوى الفالق وهسميه فالق. ممكن تحدد الحوائط لو سمحت؟ الحائط العلوي والسفلي. هنا هلجأ للتعريف الصحيح. مش ده المستوى؟ فوق المستوى اسمه ايه؟ وتحت المستوى مش محتاج سبعات هنا لان التعريف الصحيح واضح خالص. يبقى ده اللي فوق ده ايه؟ وده سفلي. ووضح لي الحركه عشان ده فالق. لما هاجي احرك الحائط ده انت شايفين يطلع فوق ولا ينزل لتحت؟ يطلع فوق ليه؟ مش انت قايل انه معكوس؟ طالما معكوس يبقى يمشي مع المعكوس، يبقى يطلع لايه؟ والنبي ما يجي اكتر من كده عشان هو بيزحف. انتوا معايا كده يا جماعه؟ يبقى ده لازم يطلع لفوق يا جماعه. الفالق الدسر هو الفالق المعكوس. الفرق بينهم حاجه واحده بس، اني لو لقيت المستوى مميل قوي يبقى اقول عليه معكوس واسكت. اذا لقيته مميل شويه صغيرين يبقى اقول عليه داسر. يعني هما زي الفرق بينهم في الايه؟ ميل المستوى. هنا الميل كبير. هو انت بتعرف الميل ازاي؟ المستوى مع الافقي. مش ده الافقي؟ دي كده زاويه الميل. مش ده الافقي؟ دي كده زاويه الميل. فالق حدث بسبب الضغط
وبقياس زاوية الميل مرة لقيتها 15 درجة، وقستها في حتة تانية لقيتها 55 درجة. مين فيهم دسر ومين فيهم معكوس؟ ال 15 درجة ده مش مميل شوية صغيرين، يبقى ده كده نقول عليه فالق داسر. اما ال 55 ده مميل جامد. هو الفرق بينهم هو المستوى، لو لقيته مميل شوية صغيرين يبقى ايه؟ داسر. مميل شوية اكتر يبقى معكوس. انما الاتنين فوالق معكوس. انهي يا استاذ؟ هنهي يا باشا واقول لك اخر واحد الرابع اسمه فالق ابو حركة ايه؟ افقية. والله انت زهقتنا. انت من اول الحصة حضرتك ماسك كتلة صخور الحياة عليه وبتحرك فيها، صح؟ شوية تقول لي تنزل، شوية تطلع، تنزل، اطلع فوق. الحركة دي حلو كده اسمها حركة رأسية. امال ده ايه؟ لا ده حضرتك مش بيتحرك كده، ده بيتحرك كده حضرتك. تبقى دي حركة ايه؟ خلصوا يا جماعة، انا ايدي وجعتني. دي حركة ايه دي حضرتك؟ يبقى ده فالق مختلف خالص. ده الحركة فيه ايه؟ افقية حضرتك. هنا الدوامتين مش ده بيشغلوا دوامة وده بيشغلوا دوامة، الدوامتين هنا متواه، تبقى دي قوة القص. انتوا معايا كده يا جماعة؟ ماشي. طب عرف لي الفالق ابو حركة افقية. هعرف لك فيه ايه؟ بقول لك هو اللي صخوره بتتحرك حركة افقية اهو. يبقى عرف لي مين هو الفالق ابو حركة افقية. وفيه تتحرك الصخور المهشمة حركة. هما التانيين كانوا بيتحركوا حركة ايه؟ انما ده حركة. قال لي بس بالشروط. ممكن اعرف الشرط؟ بعد الحركة لازم الصخور وهي بتتحرك تفضل في نفس المستوى. مش هي كده اتحركت، لازم لما ماشي، مش دي الطبقة الحمراء لازم تبقى قصاد الحمراء بتاعتها، مش دي الطبقة الصفراء لازم تبقى قصاد الصفراء بتاعتها، دي الطبقة الزرقاء لازم تبقى قصاد الزرقاء بتاعتها. الصخور تتحرك زي ما هي عاوزة، حركة افق، بس وهم بيتحركوا لو حطيت ايدي فوق كده يفضلوا في نفس المستوى. وفي تتحرك الصخور المهشمة حركة ايه؟ وهم في نفس المستوى. استاذ عاوز ايه؟ ينفع دي تطلع فوق تنزل تحت؟ ايه اللي الادب دي؟ انا بقول لك فالق بحركة ايه؟ انت عاوز تعملها رأسية؟ ممنوع. شرف العيلة قال لي يا استاذ دون حدوث ازاحة ممنوع الشغل الرأسي ده خالص. يبقى هو حركته بس ايه؟ افقية، وتمنع الرأسية. الكلام ده صعب؟ طب اخر تكة في ثانية. استاذ لو سمحت بعد اذنك، في حائط علوي وحائط سفلي؟ على حسب. لو اتكسر عمودي كده، كسرت انت الصخرة كده اهو وحركتهم كده، لو اتكسر عمودي كده لا يوجد حائط علوي ولا حائط سفلي. لو الكسر ميل كده يبقى في حائط علوي وحائط سفلي. يبقى انت عشان تقول في حائط ولا مفيش لازم تشوف مستوى فالق. لو لقيت المستوى عمودي يبقى مفيش، لقيته مستوى مميل هتعمل السبعة وهتعرف ان ده الحائط العلوي وده الحائط الايه؟ السفلي. الواجب بتاع حضرتك طبعا الفوالق لسه لها تكملة، فعشان ما ندخلش الدنيا في بعضها هحل المستوى الاول من سؤال 157 ل 168 مؤقتا، وعندك قطاعين في الورق هتحلهم حضرتك وتجهز نفسك. الحصة دي لو ما اتظبطتش هتعطل الحصة الجاية. شدوا حيلكم وربنا يعينكم ان شاء الله.